بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار رجالة، صباح الفل على كل الأهلاوية. بتخلص المباراة طبعا بفوز النادي الأهلي بنتيجة كبيرة 3-0 على نادي القطن الكاميروني، وبيحقق الأهلي أول فوز في المجموعة بتاعته. بيبقى عنده كده 4 نقط من 3 ماتشات. طبعا سان داونز في صدارة عنده 7 نقط من 3 ماتشات. الهلال السوداني عنده 6 نقط من 3 ماتشات. القطن الكاميروني بلا نقط طبعا لغاية دلوقتي. بيبدأ الأهلي الماتش ومارسيل كولر بيعمل تشكيلة يعني إيه إلى حد ما بالنسبة للمتاح كويسة. بيبدأ شناوي في حراسة المرمى، من اليمين للشمال محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول. اتنين في خط الوسط، ديانج وحمدي فتحي. قدامهم قندوسي مكان رقم 10، هو قندوسي 8 بس. قدامهم قندوسي على اليمين، بيرسي تاو، وعلى الشمال طاهر، وقدامهم محمد شريف راس حربة. طبعا في ظل الغيابات اللي موجوده دلوقتي فبالتالي ده افضل متاح، ما يقدرش يعمل غير كده، لان عنده الشحات مصاب، كهربا مصاب، عبد القادر مصاب، متولي مصاب، زكي عبد الفتاح مصاب. طبعا اكرم وكريم فؤاد دول مصابين من فتره، سوليه برضو مصاب، مع استبعاد طبعا غريب لايمن اشرف، اللي هو ايمن اشرف مهما كان مدافع قوي. ايمن اشرف يعني وباك شمال قوي، ويعني رؤيه فنيه بقى انا مش فاهمها. المهم بيبدأ الماتش يعني بأحلى بداية. الأهلي بيحط جون في الدقيقة 3، في الثانية 53 عن طريق محمد شريف، بعد تمريرة من علي لطاهر في الثانية 53. بعدها طبعا بيلعب الأهلي كرة كده غريبة، كرات طويلة كرات طويلة. طبعا مش أسلوب لعب بتاعنا ده، اللي هو احنا لغاية مثلا الدقيقة 25 احنا بنلعب كور طويلة اللي هي مش عارفها، دي مش بتاعتنا يعني. لذلك ما كانش لينا أي خطورة. بعدها بيضيع حمدي فتحي كورة بيحطها في العارضة. مش عارف، حمدي فتحي بيزيد زيادات حلوة، بس مش فينشر جامد يعني، ما بيخلص. بيحط كورة بالعارضة في الدقيقة 28. طبعا الكورة دي بيتصاب فيها محمد شريف، بينط عايز يلحق فبيقع على وسطه، بيتصاب، بيتغير في الدقيقة 33، بينزل مكانه شادي حسين. شادي بقى المفروض ينزل بقى يعني ايه. لغاية دلوقتي شادي ما قدمش ورقة اعتماده بالنسبة لينا كأهلاوية يعني. بتيجي عرضية جميلة جدا من علي معلول، من زيادة القندوسي، بيعملها حلو قوي، بيخش جوه ال 18 ويحطها كرة بالرأسية في الدقيقة 40. طبعا الشوط الأول كان يعني ايه انتهى 2-0، نتيجة كويسة، بس طبعا ايه مش في لعيبة طبعا ما كانتش موجودة في الشوط الأول، زي مثلا بيرسي تاو، ما حسيتش بيه خالص، لا هجومي ولا دفاعي ولا مفيش دور. ما اعرفش يعني الراجل ده مره تحس انه لاعب عالي قوي قوي قوي، مره تحس ان هو لاعب ايه ما تفهموش. كتر اصابات بقى، هو اصلا كده مزاجنجي ما تفهمش. بيبدا الشوط الثاني، طبعا ياسر ابراهيم بيعمل حاجه يعني غريبه قوي قوي قوي، في كوره كده عرضيه للقطن، بينط مع المهاجم في رقابه سيئه. كانت فرصه خطيره طبعا في الدقيقه 51 كعاده ياسر ابراهيم يعني. انا ياسر ده عندي تحفظ عليه من زمان يعني، في حته ان هو ايه عركه. ياسر ده مش مساك. في بداية هادية طبعا في الشوط الثاني، بتبدأ بقى طبعا ايه تغييرات. خرج ديانج ونزل مروان عطية في الدقيقة 72. خرج طاهر ونزل شاب واعد كده عنده 19 سنة، رأفت خليل، اللي هو اطمن طبعا للماتش وكده، فبيجرب الراجل يعني. عندنا ماتش يوم الثلاث، ماتش صعب جدا. بعدها بيخرج بيرسي تاو وينزل محمد أشرف، وبيخرج حمدي فتحي وينزل نبيل كوكا كمكان حمدي فتحي يعني كديفندر في نص الملعب في الدقيقة 80. وبيغير الاهلي طريقه اللعب، بيطلع علي معلول جناح شمال، ويودي رأفت خليل جناح يمين، وشادي في النص قدامهم راس حربة. والثلاثه طبعا ايه كوكا ومروان عطيه وقندوسي في خط الوسط، وقندوسي بيزيد. وتحول اللقاء من بعديها يعني ايه، تحس ان اللقاء بقى ودي تغريبي يعني ايه، بيطغى عليه الاداء الفردي. كل لاعب بقى بيمسك الكوره بيعمل اداء فردي. طاهر عايز يعدي فيه بيقع، شادي حسين بيخش جوه ال 18 بدل ما يتعامل بجديه، بعد ما عدى من الحارس بيقع، بياخد انذار. طب ما تخلص يا عم، انت راجل في نص، في عرض جون.
خلص هاتها جون، انت تكتسب ثقه، ترجع لمستواك. معرفش برضه شادي حسين، علامات استفهام على شادي حسين من ساعه ما جه. بيدي حكم وقت ضايع 4 دقايق. في ال4 دقايق دول بيحصل بقى حاجه جميله قوي بقى، كوره بقى ايه من بتوع زمان بقى. في الدقيقه 92 بيدخل قندوسي بياخد الكوره بيتوغل، بيزيد علي معلول بيديها له من لمسه واحده، علي بيرجعها لتحت بكوره تيكي تاكا جميله، رأفت خليل لمسه واحده جون. هو ده اللي انا بتكلم فيه، لمسه واحده جون. قندوسي لمسه، علي معلول لمسه، رأفت خليل لمسه جون. هو ده، هو ده النادي الاهلي. هي دي الكره اللي انت ممكن تلعبها على اي حد. الكره دي لو تلعبها قصاد اي حد جون. لكن احنا لا بتوع كور طويله، ولا احنا بتوع الخناقات بتاعت اللي في نص الملعب. لا، احنا ناس بنلعب كوره جميله، احسن كوره بتتلعب في مصر. رغم ان احنا عندنا في بعض اللاعبين الجوده بتاعتهم قليله، دي يعني ايه، دول رايي فيهم من زمان فاهم، بس ده المتاح حاليا. ده المتاح بالنسبه لك حاليا. في لعيبه بتعمل انت كل الكلام ده والجوده بتاعتهم مش هي، بيجي قدام الجون بيعمل حاجات غريبه. طبعا هدف تيكي تاكا عظيم جدا بيحطه شاب واعد. رأفت خليل ده انا شايف انه لعيب جميل، عنده 19 سنه يا جماعه. ندي فرص الناس دي، الناس دي من 19 سنه ده في الكوره على فكره بيلعب عادي. برشلونه بدري وجافي عيال صغيره جدا وحولوا برشلونه. فمفيش حاجه اسمها في كره القدم صغير، لاعب موهوب صغير يلعب ياخد. انت فاهم ازاي الناس دي؟ يعني كريستيانو ظهر عنده كام سنه، ميسي ظهر عنده كام سنه، كل الناس دي بتظهر كده في السن ده. تستفيد منه بقى، تقدر بقى تستفيد منه. مش حاجه اسمها عندنا لاعب عنده 26 سنه يقول لك ده لسه ناشئ. لسه يا جماعه، دي في لعيبه عملت تاريخ وهي لسه ب 19 سنه ده. بينتهي المباراه يعني ايه، وانا ماتش كويس بالنسبه للنتيجه يعني فاهم. لعب اقتصادي لعبه الاهلي في نهايه الشوط الثاني وفي نص الشوط الثاني. بالنسبه لي رجل المباراه يعني ايه، علي معلول صراحه. علي من عمله نادره. علي ده من جيل تاني. يعني علي ده بسم الله ما شاء الله عليه، من احسن المحترفين اللي جت النادي الاهلي. تحس ان هو اهلاوي، اهلاوي موت. من بعديه قندوسي النهارده عمل ماتش كبير، بيقدم وراء اعتماده ان هو راجل بيعرف يتحرك، متعاون كانه بيلعب في الفرقه من زمان. هيبقى ليه دور جامد يعني في الفرقه. ومبروك للنادي الاهلي، مبروك جماهيره. ان شاء الله نصعد من المجموعه ديت ونحصل على بطوله افريقيا ان شاء الله، ونروح كاس عالم تاني. مبروك لكل الاهلي واهلاويه. وما تنسوش تدعمونا بقى طبعا، الصفحه بتاعتنا هنا، وفي على اليوتيوب صفحه برضو نفس الكلام، اللول تيوب. نتكلم فيه عن الكوره واللي بيحصل طبعا، بس معظم الكلام يبقى عن الاهلي بما اني راجل اهلاوي يعني. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.